بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أطباق الندى. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم مسحب البيك بطريقة سهلة وبسيطة وبتكتنا المصرية طبعا. هنكمل جزء من قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ما كفار قريش يأسوا من محاولاتهم مع سيدنا محمد قرروا إن هم يقطعوهم ويحاصروهم. ففكروا يعملوا إيه؟ كتبوا صحيفة ودوروا على أحسن مكان أو أأمن مكان يحطوا فيها الصحيفة دي، ملقوش غير جوف الكعبة. حطوها جوه الكعبة يعني، وختموا عليها بأختامهم. الصحيفة دي كانت تضمنت فيها بعض الشروط، يعني منها ان هو عدم التزوج فيما بينهم، وعدم الزواج من المسلمين او المسلمين يزوجوا منهم، وعدم البيع او الشراء فيما بينهم. اشتد إيذاء الكفار للمسلمين، فقرروا إن هم يبعدوا وراحوا شعب أبي طالب. استمر الحصار حوالي 3 سنين، لدرجة إن المسلمين كانوا بياكلوا أوراق الشجر والجلود من الجوع. وأكمل معاكم برضو إن شاء الله جزء في الفيديو اللي جاي. هنقول بسم الله. أنا هنا جبت صدور الفراخ. حابة تشتريها من عند بتاع الفراخ ماشي، أنا بصراحة خليتهم من الفراخ كنت جايباها. فرشت بقى كيسين أو 3 كده أكياس تلاجة على ترابيزة المطبخ. أنا زي ما قلت لكم ما بحبش أقطع الطيور ولا السمك على البلانشة ولا اللحمة، لما بتغسليها ما بتنضفش. هشيل بس الشغل او الحاجات الزياده، الدهون اللي انتوا شايفينها دي، وقسمتها نصين. هبتدي احاول اسويها عشان اخد منها حتت تبقى في سوا واحد تقريبا. شلت القطعه اللي فوق دي على الوش زي ما انتوا شايفين كده، وهشيل الحته اللي تحت دي اللي احنا بنقول عليها الموزه. بحاول اسويها على قد ما اقدر. هبتدي بقى اقطعها كده بسم الله، قطع قريبه من بعضها، بتبقى حوالي من سنتي لسنتي وربع تقريبا. لو لقيتيها تخينة شوية ممكن تدقيها بإيد الهون أو بمدقة أو أي حاجة. لقيتي فيها حتت فيها شغط كده أو جلد، شيليها بحرف السكينة. الحاجات دي طبعا كلها مش هنرميها. هعمل معاكم كمان واحدة سهلة كده. أنا باخد من فوق على عريض شوية، ومن تحت بنزل على يعني بقلل السمك بتاعها عشان تبقى قريبة في السوا من بعضها زي ما انتم شايفين كده. وشلت الحتة اللي تحت اللي هي الموزة. هبتدي اقطعها كده زي ما انتم شايفين. هخلص الكمية كلها كده بقى بالطريقة دي. طبعا الحتت الرقيقة اللي تحت دي انا مش هعملها، عشان انا بحاول برضو اخليهم كلهم قريبين من بعض في الحجم. انا دي مسكتها فتحتها كده بالسكينة. هتبقى حتة بانيه بس مش تبقى كبيرة قوي، بالشكل ده. خلصت بقى الكمية بتاعتي كلها، لميت كيس التلاجة، والرخامة بتاعتي فضلت نضيفة وما اتزفرتش وما بهدلتش حواليا. ده الجزء اللي هعمله مسحب البيك. زي ما انتم شايفين حجمه كده حوالي من سنتي لسنتي ونص، ما تعرضيش عن كده. لو لقيتي حته زي ما قلت لكم كده عاليه شويه ممكن تدقدقيها. ده بقى اللي طلعته منهم، دي الموز. انا ممكن اشقها اتنين برضو هتبقى بانيه، وممكن اسيبها زي ما هي كده. ودي الحتة اللي طلعتها من على الوش، اللي قطعتها من على الوش ومن الحروف. يعني المهم الباقي ده انا هعمل بيه حاجه بس مش عارفه انا هعمل بيه ايه بالظبط، بس هعمله معاكم. ممكن تعمليه ستريبس، ممكن تعملي بيه كفته فراخ، ممكن تعملي بيها نجريسكو ناجتس. وقت ما اجي اعملها هعملها معاكم ان شاء الله. انا كده خلصت التقطيع. هغسلها طبعا وانقعها في محلول النقع بتاعنا اللي احنا عارفينه. ملح وليمون ودقيق وحبه زنجبيل صغيرين جدا، بلاش خل. وبنقع ونص معلقة سكر أو معلقة سكر. هبتدي بقى في المسحب. عندي نص ليمونة، معلقة كبيرة معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل أسمر، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، شطة، زنجبيل، كله نص معلقة صغيرة ما عدا الملح طبعا. عندي كاتشب، وانا كنت سايبه لكم في الفيديو اللي فات بتاع الصوصات طريقة الكاتشب. عندي خل، وعندي لبن رايب. طب انا ما عنديش لبن رايب، اعمل ايه؟ ممكن يا اما نص كوبايه زبادي وتحطي عليها معلقتين ميه، يا اما نص كوبايه لبن دافي وتحطي عليها، يا اما نص ليمونه، يا اما معلقه خل، وتسيبيها شويه هيبقى لبن رايب معاكي برضو. هاخد بقى كده بسم الله. حطيت التوابل كلها في بوله عندي، هنزل عليها بنص كوبايه اللبن الرايب. زي ما قلت لك ما عندكيش لبن رايب، هتحطي يا اما كوبايه زبادي او نص كوبايه زبادي وعليها معلقتين ميه، يا اما نص كوبايه لبن دافي وهتحطي عليها نص ليمونه او معلقه خل. حطيت معلقه خل صغيره، واعصر نص الليمونه، وهخلي قشرتها برضو هحطها في المحلول بتاعي ده.
واحط بقى حوالي من تلت لنص كوبايه كاتشب. بسم الله كده. كاتشب بيديها طعم ولون حلوين قوي. هقلب بقى، وكنت نسيت احط نص معلقه السكر، هحطها دلوقتي. طبعا اللي متابعني عارف ان انا بحب احط في اكلاتي كلها تقريبا نص معلقه سكر، بتدي الاكل تسكيره حلوه كده، ولو حاجه بتاخد سوا بتسويها بتسرع في تسويتها يعني. هقلب بقى كده المحلول زي ما انتم شايفين، وهنزل عليه بقى بالفراخ بتاعتي، قطع الفراخ اللي انا مقطعاها. وهقلبها كويس، احاول اخليها كلها تتشرب من الخلطه اللي انا عاملاها دي زي ما انتم شايفين كده. واغطيها بقى واحطها في التلاجة حوالي من ساعتين لتلاتة، مش اكتر من كده، ما تكتريش اكتر من كده فيها. طبعا انا في الاثناء دي كنت عملت الصوصات، وانا منزله الفيديو اللي فات اللي فيه الصوصات اللي بتتقدم معايا. هحطها في التلاجة بعد ساعتين تلاتة بقى انا طلعتها. احنا في الطبيعي، او انا شفت يعني بتتعمل في الطبيعي، بيبقى فيه طبق فيه دقيق وجنبيه طبق فيه البيض، وبعدين الطبق اللي فيه البقسماط او الكريسبي. انا هحط البيض والدقيق هنا دلوقتي مع قطع الفراخ، هتشرب منها بتبقى احلى، ومبيبقاش حواليكي كركبه كتير وانت بتقلي. طبعا بيض يبقى تحطي على طول نص معلقه خل عشان تضيعلك زفرة البيض. يبقى البيض عليه ملح وفلفل ونص معلقه خل، ونزلت بثلاث معالق دقيق، وقلبت الخليط كده زي ما انتم شايفين، وهغطيها واحطها في التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة، بس دوقي الملح بتاعها عشان الكاتشب طبعا عليه سكر، فممكن تلاقي دلع شوية. بعد ساعة بقى طلعته من التلاجة، وجبت عندي طبقين كده زي ما انتم شايفين. طبق هحط فيه الكريسبي، وطبق هطلع فيه من الكريسبي، احط كام قطعة يعني في الطبق قبل ما اولع النار على الزيت. وانا حطيت الكريسبي كده زي ما انتم شايفين. بصراحة الكريسبي وهو سليم زي ما هو كده ما مسكش كويس في قطع الفراخ، فانا طحنت جزء منه وحطيته عليه عشان يمسك في الفراخ. انا ما رضيتش امسح الحته دي عشان تشوفوها برضو. انا حاولت اعمل فيها بايديا قوي، بس مسكش فيها برضو كويس، هو مسك فيها لما طحنت شويه منه. زي ما انتم شايفين كده انا حاولت اضغط عليه على قد ما اقدر، بس ما مسكش فيه كويس بصراحه. فانتي يعني اطحني نصه وسيبي نصه زي ما هو كده، هيديكي نتيجه احلى. انا بقى ابتديت كده دلوقتي، ولعت على الزيت بس مهديه النار عليه. مش عايزه الزيت سخن قوي عشان ما يحمرليش الفراخ من بره، هو كده كده الكريسبي لونه اصفر، فاول ما يحط في الزيت يتحط في الزيت لو الزيت حامي هيحمر معاكي على طول. انا عملت كده شويه، هبتدي بقى ايه اقلي فيه دلوقتي. النار متوسطه، وما بقلبش فيه خالص الا لما بحس ان من تحت كده ادى لون ذهبي، يعني بيبان من الحروف بتاعته ان هو ابتدى يبقى لون ذهبي. زي ما انتم شايفين النار متوسطه مش عاليه. هبتدي بقى اقلب فيه دلوقتي لما حسيت ان هو ابتدى يبقى من تحت لونه ذهبي. معلقتين الدقيق اللي حطيتهم هما والبيض مع الفراخ خلوا الطبقة ماسكة فيه، مش هيفك منك خالص. طلعته طبعا على بقدونس، هو في البيك ما بيبقاش تحتيه بقدونس طبعا، انا حطيت تحتيه بقدونس. احط معلقة مايونيز ومعلقة كاتشب كده في حرف الطبق. طريقة سهلة وبسيطة جدا طبعا، ان شاء الله تجربيها. مش اكتر من كده. كنت محمرة بطاطس، تقدمي معاها برضو بطاطس. هي عموما بتبقى قطع الفراخ ومعاها بطاطس، معاها كايزر، ومعاها الصوصات. انا البطاطس دي شايلها اللي هي نص تحميرة دي اللي هي مفرزاها. واحط بقى معاها كام قطعة كده من الفراخ.
واحط معاها حبة بقدونس برضو. طريقة سهلة وبسيطة وسريعة، مش تاخد معاكي وقت على فكرة. يعني ممكن هتتبليها وتشوفي هتعملي حاجة تانية، يعني مش تفضلي واقفة جنبها كتير. وتغيير طبعا عشان الولاد بيزهقوا من الأكل المتكرر هو هو كتير. وهحط معاه برضو في الطبق التاني شوية بطاطس. حبة بقدونس بقى دي تكتنا المصرية، أو لمستك انتي بقى لازم تحطيها، يعني مش لازم تاخدي الطريقة زي ما بتتعمل بالظبط. وده شكل الطبق يعني بعد ما حطيته أو رصيته يعني. هحط الصوصات بتاعتي برضو معاه. ده الصوص الأحمر وده الصوص الوردي، والتومية كمان. يعني انت كده جبت لهم المطعم لغاية البيت بدل ما ينزلوا. احط بس شوية بقدونس برضو على وش التومية كده يدوها شكل. ولمستنا او تكتنا احنا برضو بدل الحاجة الساقعة، عاملة كركديه على تمر هندي، طعمه حلو قوي. طبعا كل واحد بيقدم بالطريقة اللي بتعجبه، او كل واحد بيقدم بالطريقة اللي بيعرف يقدم بيها، بس التغيير برضو يعني مطلوب. طبعا انا عن نفسي كلته بالعيش البلدي بتاعنا عادي، بس الولاد فضلوا ياكلوه بكايزر، فجبت لهم كايزر. وكان في خيار مخلل كمان بس ما كانش باين في الصورة اللي فاتت يعني. هتحط اي صوص بقى لكل واحد حسب ما بيحب، وعود خاص كده زي ما انتم شايفين. كنت حاطه قلب خاصية جنبهم برضو للي حب ياكل منهم. وخيار مخلل بقى وبطاطس محمرة، تحطي قطعة او قطعتين من المسحب. طبعا طريقة ما فيش اسهل منها. بتمنى ان شاء الله ان وصفتي النهارده تكون اعجابكم، وبألف هنا.